الدكتور اسامه لو ما كانش مات كان هيتعدم برضه. كان هيتعدموا. الدكتور اسامه لو ما كانش مات كانوا هيتعدموا برضه. تمام. يعني ايه؟ او على الاقل يعني مؤبدات بالنسبه للمتهم الاول والثاني. لو انت عندك ورقه اطلع بيها يوم الجلسه، قدمها لرئيس المحكمه، قول له انا في ادله جديده اهيت في متهمين جدد. ما عندكوش ما تفتحوش بقكم، محدش يتكلم، خلوا القضاء ياخد مجراه، خلوا العداله تاخد مجراها، خلوا كل واحد ياخد حقه. ان في بعض الناس المتورطين في القضيه اللي لسه لحد دلوقتي ما تمش ذكر اسمهم، وبقول الكلام اللي بيقولوه خلى عندكم شويه دم بقى، وبلاش بقى قرفنا بقى، قرفنا، كفايه قرف، عيب. يعني عايزين تعرفونا ان السوشيال ميديا دلوقتي هي دلوقتي المنوط بيها ان هي تدور على الناس اللي مش موجوده في القضيه. لكن لو في اي شك ولو 1% ان الراجل ده متهم، هينزل يا فندم متهم رابع معاهم بلا ادنى شك. لو مين يا فندم متهم في القضيه ديت هينزل. لو كان مين، شوف مين كده يخطر في بال حضرتك كان ممكن يجي متهم، هيجي. مفيش حد فوق القانون، واللي يقول لك غير كده قول لي مين ما تحاسبش، قول لي مين ما تحاكمش. بس احنا للاسف بنبني كل معلوماتنا من خلال الفيسبوك والسمع والكلام هنا والكلام هنا، والكلام ده طبعا الكلام ده غير مقبول، ده احنا قدام محكمة جنايات. بخصوص ان في فلوس النهارده بتدفع للحاجه زينب عشان تتنازل عن القضيه عموما عن المتهمين الثلاثه. تقابلت مع المتهمة اثناء الجلسة، تحدثت معها في امور بشكل عام، فنيات في الدفاع ما ينفعش طبعا ان انا اعرضها. كان كلام عامة، الدعوة والموقف القانوني والحاجات دي كلها، بحكم ان انا محاميها لازم ابث شيء من الطمأنينة واقول لها ان شاء الله يعني ربك فعله لما يريد يعني. لكن عرض مبلغ مالي فعلا وتم زيادة العرض المالي بعد التنحي، وانا رفضت طبعا، لان انا كان دوري في المحامي اذا كنت توليت الدفاع عنها في بداية التحقيقات اعتقد سوف يكون لنا مآرب اخرى، وسوف يكون لكل حدث حديث، وكان سوف يختلف الموقف القانوني لها اختلافا كليا وجذريا بشكل لا تتخيله. كان سيوضح الحقيقه دون تجليس او تجهيل لجميع الناس، فالحكم دائما عنوان الحقيقه. اثناء اطلاعي على اقوال المتهمين، المتهم الاولاني لما تم سؤاله عن الحفره 2 متر تقريبا طول، في عرض 70، في عمق 80، ده مش شيل ادويه يا باشا، ده تشيل اسلحه آلي صحيح، وتشيل RPG. الدكتور اسامه لو ما كانش مات كان هيتعدم. هيتعدموا. الدكتور اسامه لو ما كانش مات كانوا هيتعدموا برضه. تمام. يعني ايه؟ او على الاقل يعني مؤبدات بالنسبه للمتهم الاول والثاني.